السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة هتكون طرق العلبة بطرق تزيين كتيرة جدا زي ما انتوا شايفين. فكرة مشروع لو انت بتشتغلي اونلاين هتاخدي من الفيديو ده افكار تزيين حلوة جدا، سهلة وبسيطة. كمان اذا انت حابة تشتغلي اونلاين فالفيديو ده مفيد جدا ليكي. يلا بينا. لو اول مرة بتشوفي القناة ما تنسيش تعملي اشتراك وسبسكرايب وتفعلي جرس التنبيهات على الكل عشان يوصلك كل جديد أول بأول. في العجان أو في المضرب الكهربائي بتاعي ضفت عندي نص كيلو من دقيق الاسبونج الجاهز، وضفت عليهم 6 بيضات بدرجة حرارة المطبخ. ممكن تستخدمي الاسبونج البيتي مفيش أي مشكلة. دقيق الاسبونج بيكون فيه نشا، سكر، محسن باودر، يعني مش بنضيف له أي حاجة غير البيض والمية. طبعا ضفت هنا نص كوباية مية ومعلقة من الفانيليا. كمان هضيف معلقة من المحسن الجل، وده النوع اللي أنا بستخدمه ماركة المتحدة، بيكون لونه شفاف وأبيض بالشكل ده. لو لونه متغير عن كده منصحكمش تستخدموه لأنه بيكون بايظ. طبعا ما تعملوش الخطوة اللي أنا عملتها دي، لازم تقلبوا المكونات الأول قبل ما تشتغلوا علشان ما تبهدلش معاكم الدنيا. خفقتهم حوالي 10 دقايق أو 8 دقايق على حسب سرعة المضرب أو العجان بتاعك لحد قوامهم ما بيكون معايا بالشكل ده. لو قلبت البولة الخليط مش هينزل منها. جبت عندي صاج مقاسه 40 في 40، تقدري تستخدمي صاج مقاسه 30 في 40 أو زي ما انتي حابة. وابتديت أحط قطعة كده من السبونج بتاعي تحت أطراف ورق الزبدة بالشكل ده علشان ما تجريش معايا لما أنزل خليط السبونج. شايفين القوام بيكون كريمي كده وتقيل بالشكل ده. نزلت نص الخليط بتاعي في الصاج وابتديت أفرده بالشكل ده. الصاج بتاعي أنا هعمله نص سبونج فانيليا والنص شوكولاتة، وهخبزهم في صاج واحد وهتشوفوا دلوقتي. ببتدي أوزع كمية السبونج بتاعي بالشكل ده. اللهم بارك، السبونج تحفة جدا، ناجح معايا ومظبوط، اللهم بارك. ابتديت أفرده بالشكل ده وأوزعه بنفس الطريقة. ده باقي خليط الاسبونج. هضيف ليه معلقتين من الكاكاو الأسباني الخام، ده بيكون كاكاو غير محلى. وهضيف كده حوالي نقطة كده من المية، وهحطهم تاني في العجان حوالي دقيقة بس الكاكاو يختلط مع الاسبونج بتاعي بالشكل ده. وبكده بقى عندي اسبونج شوكولاتة بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنزل برضو خليط الاسبونج الشوكولاتة في باقي الصاج بالشكل ده وهبتدي أوزعه. في المرحلة دي الفرن بتاعي شغال على درجة حرارة 200. الصاج بتاعك بيدخل الفرن حوالي 10 دقايق لربع ساعة على حسب حرارة فرنك، لأن طبعا سمك الكيك ما بيكونش عالي معانا جدا، فبيستوي معاكي بسرعة أسرع من التورت اللي بتكون في حلات أصغر أو في الصواني الصغيرة. فالصاج دايما تسويته بتختلف، ناخد بالنا ونركز من الحاجات الصغيرة دي. بحاول أوزع خليط الاسبونج بالشكل ده، وبجيب عندي اسباتولا وابتدي اوزع الخليط واسويه كده على قد ما اقدر. زي ما قلتلك ما بياخدش معاكي اي وقت، في دقايق بيكون معاكي استوى. بدي الصاج بتاعي كده خبطتين على الرخامة عشان اخرج فقاعات الهواء الزيادة اللي موجودة في الاسبونج بتاعي. تمام كده. وده شكله بعد لما دخل الفرن. قعد معايا حوالي 12 دقيقة او 13 دقيقة تقريبا. ابتديت افك اطراف الصاج بتاعي بالسكينة الرفيعة، وجبت عندي ورق زبدة وفرشته كده على وش الكيك بتاعي، وهبتدي اقلب الصاج بتاعي بالشكل ده. بديله خبطتين كده عشان اتأكد ان السبونج بتاعي نزل من الصاج، وهبتدي اسلك ورق الزبدة بالراحة جدا. تاخدي بالك في المرحلة دي تتعاملي مع الكيك بالراحة لانه بيكون هش جدا، وكمان بيكون لسه سخن، يعني ممكن لا قدر الله يتكسر معاكي. لازم تكوني حذرة. لو هسيبه على وش الكيك وهغطي الكيك بتاعي وهسيبه يبرد تماما تماما، يعني مش هشتغل فيه خالص وهو سخن بالطريقة دي. ومهم جدا تغطيه. كمان كل ما ريحت الكيك، يعني لو سبتيه لتاني يوم على رخامة المطبخ مش هيحصل له اي حاجة، بالعكس هيطرى معاكي تماما. هنا
انا شلت ورق الزبدة اللي انا حطيته، فايدته ان هو بيشيل الوش الملزق بتاع الكيك اللي انتوا شايفينه ده، لان بيكون فيه زفارة البيض، وده مش مطلوب في وصفتنا خالص. كده شلت بواقي الوش الملزق اللي كان موجود معايا، وجبت عندي العلب دي. ده شكل العلب اللي هستخدمها النهاردة في التورت بتاعتنا. العلبة الكبيرة دي بتكفي حوالي 5 أفراد. هقول لكم كمان سعر البيع، وهقول لكم على كل حاجة في الفيديو ده. ببتدي اخد مقاس العلبة بتاعتي، وبقص الكيك بالشكل ده على مقاس العلبة بتاعتي بالظبط. تمام كده. العلب دي بتكون موجودة عند أي حد بتاع تغليف، أو عند أي حد بيبيع مستلزمات حلويات. تمن العلبة الكبيرة بيختلف طبعا من أماكن للتانية. يعني في أماكن بتبيعه ب5، وفي أماكن بتبيعه ب4.25 أو 4 إلا ربع تقريبا. طبعا خدت القطعة الكيك اللي قطعتها، حطيتها كده في العلبة بالشكل ده. عايزة أقول لكم الكيك هش جدا وطري، وبجد تحفة جدا. زي ما قلت لكم، كل ما سبتوا الكيكة تستريح كل ما أخدتوا نتيجة بجد رهيبة. هجيب برضو العلب الصغيرة دي، وهبتدي اخد مقاس الكيك بتاعها بالشكل ده. العلبة الصغيرة دي مش فاكرة، تقريبا كان سعرها 2.5 تقريبا، أو 2.25، مش متذكرة السعر قوي، بس هي بتكون في الرينج ده. أو طبعا ممكن الأسعار تختلف على حسب المكان اللي انتوا فيه. وده شكل برضو السبونج الشوكولاتة، بجد هش جدا يا جماعة، والكيك تحفة بجد. اخدت برضو باقي السبونج وزعته كده في العلب بتاعتي بالطريقة دي. وهعمل هنا العلبة الكبيرة دي برضو سبونج شوكولاتة بالطريقة دي. بحاول املأ الفراغات اللي موجودة عندي بالكيك. وطبعا اي بواقي هتتبقى معانا مش بتترمي يا جماعة، الحاجات دي ممكن نعملها كبات او ترايفل زي ما انتوا عايزين، هتنفع معاكم جدا. هظبط الرخامة بتاعتي ويلا عشان نجهز الكريمة بتاعتنا. ضفت كوبايتين من المية الساقعة المتلجة، وهضيف عليهم كوباية من السكر، وهشغل المضرب بتاعي حوالي دقيقتين. علشان ده سكر أبيض حبيبات، ممكن تستخدمي كريم شانتيه بالسكر، مفيش مشكلة. كمان ممكن تستخدمي سكر بودر. بخلطهم مع بعض كده حوالي دقيقتين علشان أتأكد إن السكر بتاعي ده بنسبة 50%. في المرحلة دي ضفت كوبايتين كريم شانتيه خام، ومعلقتين من الباستري كريم، وقلبتهم كده مع بعض عشان ما يبهدلوش معايا الدنيا. هشغل المضرب واسيبهم لحد لما يختلطوا تماما مع بعضهم، ويكون القوام بتاعهم بالشكل ده. ده القوام المظبوط للكريم شانتيه بتاعنا. لما بقلب البولة مش بيقع من البولة بالشكل ده. ده شكل الكريمة بتاعتي، قوامها اللهم بارك تحفة جدا. هبتدي اخد كمية من الكريمة بتاعتي وهحطها في كيس حلواني بالشكل ده. لو لسه ما حطيتيش لايك على الفيديو ياريت تحطي لايك عشان استمر معاكم بنشر الفيديوهات. هرجع الكريمة بتاعتي تاني للعجان، وهضيف عليها معلقتين من جناش الشوكولاتة. والجناش انا عملته معاكم قبل كده، لو حابيني انزله معاكم تاني اكتبولي في الكومنتات وهنزل لكم الطريقة. وهشغل العجان كده دقيقة واحدة او المضرب دقيقة واحدة كده، يدوب بس الجناش يختلط مع الكريمة بالشكل ده. هبتدي اسقي الكيك بالشكل ده. خليط التسقية بضيف كوباية من المية معاها نص كوباية من السكر. أول ما بياخدوا معايا غلوة بنزل عليهم بعصرة ليمونة، وبسيبهم لحد لما يبردوا. تمام كده. ابتديت أوزع الكريم شانتيه في العلب بتاعتي بالشكل ده. بوزعه كده، لو انتي حابة تشتغلي من غير كيس حلواني براحتك خالص، بس بالكيس الحلواني بيسهل عليكي وما بتاخدش معاكي وقت طويل. كمان بتساعدك ان الكريمة تكون متساوية. بجيب عندي معلقة وببتدي ان انا اظبط الكريمة بتاعتي بالشكل ده، بحيث تكون طبقة متساوية من الكريمة. هشتغل كل العلب بنفس الطريقة. احاول اتأكد ان الكريمة بتاعتي متوزعة كويس جدا، وبالمعلقة
وابتدي ان انا اظبطها بالطريقة دي. الفيديو بتاعنا مليان افكار للتزيين هتساعدك جدا في انك مشروعك، او لو انت شغالة اونلاين هتاخدي افكار كتير من الفيديو ده. هنا جبت التيب اللي هو النجمة المفتوحة، وابتديت اعمل بيها روزيتات كده. عملتها تورتة، اول واحدة معايا هتكون تورتة فور سيزون. وجبت عندي توبنج الفراولة، وده عملته معاكم قبل كده على القناة، بيكون طعمه حلو جدا ومش مكلف واحلى بكتير من اللي بتجيبوه من بره. بعد كده جبت عندي مربى حليب وابتديت اعمل بيها روزيتات. طبعا مربى الحليب بتاعتي كانت خارجة من التلاجة، فكانت تشكيلها صعب جدا. ابتديت اعمل بيها روزيتات بالشكل ده. وجبت عندي قطع من المانجا، برضو قطع المانجا مخرجاها من قبل بوقت عشان ما يكونش فيها مية فما تسيلش معايا على وش التورتة بتاعتي. بعد كده بضيف عليها جيلو مانجا علشان قطع المانجا بتاعتي لونها ما يغيرش ولا تسود معايا. كمان جيلو المانجا ده بيدي لمعة حلوة جدا للمانجا، وبتكون في منتهى الجمال والروعة. ابتديت اوزعه كده بالفرشة بتاعتي عشان اتأكد ان انا لمعت كل قطع المانجا. بعد كده جبت عندي بسكوت اوريو، ابتديت برضو ارصه كده بالشكل ده، وهبتدي اعمل عليه خطوط من جناش الشوكولاتة بنفس الطريقة. طبعا التزيين بتاع حضرتك، انا بديكي افكار واختاري اللي يريحك. وكده اول تورتاية معانا خلصت. تاني تورتاية هتكون تزيين نوتيلا، خففتها بمعلقة زيت بالشكل ده، وابتديت اوزعها كده بالمعلقة بنفس الطريقة. افكار سهلة وبسيطة، اختاري منها ايه اللي يريحك ونفذيه. وزعت النوتيلا بتاعتي على وش التورتة بتاعتي بالشكل ده. كمان انتي لو مش بتعرفي تجلسي تورت، تقدري تعملي تورتة بالطريقة دي بكل سهولة وبساطة. والجزء التاني من التورتاية ضفت عليه كمية من جناش الشوكولاتة، وابتديت اوزعها بالشكل ده. وبظهر المعلقة كده ابتديت اظبطها بنفس الشكل. وجبت عندي خلة شيش طاووق وابتديت اعمل خطوط رايح جاي بالشكل ده عشان تديني تعريجات كده تكون معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. كمان ضفت قطعتين من الكريز الاحمر ورشة كده من السبرينكلز، وده شكلها، بس حسيت ان لسه برضو ناقصة حاجة. ضفت صوبع كده من الفلوتس الشوكولاتة دي، برضو بتكون عند خامات الحلويات. نيجي للتورتة اللي بعد كده، برضو سقيتها من خليط التسقية وابتديت اوزع كريمة الشوكولاتة بتاعتي. وبظهر المعلقة برضو هظبطها كده بنفس الطريقة. ابتديت اعمل روزيتات برضو بالشكل ده في نص التورتة بتاعتي، وبرضو في الاطراف بنفس الطريقة. بقفل اطراف العلبة بتاعتي بالروزيتات بالشكل ده. لو حابين تستغنوا عن الخطوة دي براحتكم خالص، بس انا بديكم فكرة. وكمان طلعت معايا شكل التورتة في النهاية تحفة جدا. التورتة دي هتكون نص مانجا ونص فراولة، برضو ضفت قطع من المانجا بنفس الطريقة. وبرضو الجزء التاني هحط فيه توبنج فراولة بالطريقة دي. هضيف برضو على المانجا جيلو مانجا، ده ماركة المتحدة، وهبتدي برضو ألمعها كده بالفرشة علشان المانجا بتاعتي لونها ما يغيرش ولا تسمر معايا بنفس الطريقة. وبكده تالت تورتة معانا بقت جاهزة. نيجي للعلب الصغيرة. هتسألوني التورتة الكبيرة دي بطلعها بكام؟
دي بتطلع معايا ب60 جنيه، طبعا لان احنا عارفين الخامات غليت ازاي. لو انتي طبعا حابة تطلعيها اغلى براحتك، حابة تطلعيها اقل. طيب هتسألوني ازاي بنحسب التكلفة؟ طبعا انت بتحسبي التكلفة من اول العلبة اللي بتشتغلي فيها، السبونش اللي انت استخدمتيه، كمان انواع الصوصات. لو انت شايفة ان التورتاية دي غالية ممكن تقدري تقللي، لان انا ممكن اكون اشتغلت بحاجات انت ما اشتغلتيش بيها. انت ممكن تشتغلي بحاجات اعلى من اللي انا اشتغلت بيها، ده براحتك. بتحسبي خاماتك وبعد كده بتحسبي التكلفة، وبتقدري انت اشتغلتي بايه، وبتعرفي العميل او الزبون التورتة بتاعتك او العلبة بتاعتك تمنها كام. تمام كده. العلبة الصغيرة دي بطلعها ب45. طبعا الميزة في التورت العلب دي ان هي مش محتاجة علب كرتون، يعني هي علبة بغطاها، يدوب بتخرجيها كده في شنطة الخاصة بالشغل بتاعك وخلاص. مش محتاجين علب كرتون لان هي بتحافظ، مش هتتقلب لا قدر الله ولا هيحصل فيها اي حاجة. والتورته دي برضو زينتها بالشكل اللي انتوا شفتوه ده، حطيت جناش شوكولاته وسبرينكلز الوان وكريسبي شوكولاته واللي هو الكون اللي انتوا شفتوه ده. زي ما قلت لكم العلب الصغيره دي بتطلع ب45. لو انتي حابه تطلعيها اكتر او اقل ده براحتك وعلى حسب الخامات اللي انتي اشتغلتي بيها. جبت هنا عندي نوتيلا برضو متخففه بمعلقه زيت، وزعتها بالشكل ده. كمان ضفت عليها قطع من الكريز الأحمر وبسكوت أوريو بالشكل ده، ورشة من السبرينكلز الشوكولاتة، وكمان السبرينكلز جدا، والطعم في منتهى الجمال والروعة. آخر علبة معايا هعملها دي مربى حليب متخففة برضو بمعلقة مية. كمان ضفت بسكوتة من اللوتس، وضفت كمان بسكوت لوتس اللي هو الحبيبات. اديت رشة برضو كده من بسكوت اللوتس، ده بسكوت لوتس أصلي، برضو لو انتي مشتغلة ببديل اللوتس براحتك. كمان ده برضو عملت لها روزيتات وكانت معايا بالشكل ده. يا رب اكون قدرت افيدكم واكون وصلت لكم المعلومة، وبكده يكون الفيديو خلص وتكون وصفتنا خلصت. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.